السلام عليكم. الكثير من الملحدين ينظرون إلى الأديان عموما باعتبارها وسيلة للتخدير اخترعتها الطبقات الغنية للسيطرة على الطبقات الأفقر منها وكي تستمر في زيادة ثرواتها. المقولة مشهورة وهي لماركس ضمن سياق أوسع لا يشار إليه عادة: الدين أفيون الشعوب بالنسبة لهؤلاء مجرد كذبة أو اختراع اخترعه أصحاب الأموال لتخدير المقموعين الفقراء، لجعل آلامهم أقل، لجعل تحملهم أكثر، لجعل حياتهم تبدو لهم أفضل من حقيقتها، للصبر على الواقع المر. أعتقد أن علينا أن نتفق مع ماركس أن الدين يمكن أن يكون أفيونا، لكن هذا ليس كل شيء، لا بالنسبة للدين ولا بالنسبة للأفيون. الأفيون يمكن له أن يكون مفيدا ضمن استخدامات طبية، كذلك يمكن أن تكون له أضرار أكبر بكثير مما قصده ماركس، أي أنه متعدد الاستعمال. كذلك الدين ممكن أن يستخدم لتخدير الناس كما قال ماركس وكما هو الواقع في الكثير من الأحيان، ولكن ممكن أيضا أن يكون وسيلة لتوعيتهم، لتحريرهم، لحثهم على العمل والأمل والأخلاق الإيجابية. يعتمد الأمر على طريقة الاستخدام، وهذا ليس فقط بالنسبة للدين أو للأفيون، بل هو صحيح أيضا لكل أيديولوجية، بل لكل موقف فكري. حدث أن أصبحت الشيوعية وسيلة لتخدير من نوع آخر للجماهير، وسارت الجماهير كالعمياء تحت قيادة الحزب الواحد والرفيق القائد. حدث أيضا مع الفاشية ومع النازية، تماهت الجماهير وهي مخدرة مع موسوليني وهتلر رغم وضوح النتائج الكارثية مبكرا. يمكن للليبرالية أن تكون مخدرا فعالا أيضا، تتماهى مع الرأسمالية والاستهلاك تماما وتقود الجموع إلى جنة الاستهلاك والمتعة الآنية بينما تزداد أرباح الرأسماليين. أليس هذا ما يقوله ماركس أيضا بطريقة أو بأخرى؟ كل الأيديولوجيات يمكن أن تكون أفيونا حسب الاستخدام، بالأحرى كل الشعارات يمكن أن تكون كذلك، كلما كانت براقة كان ذلك أفضل. بعد أن حددنا ما سبق، يمكن أن نعترف أيضا أن الدين يمتلك إمكانات كامنة أكثر تنوعا من بقيات، مما يجعله أكثر عرضة للاستغلال كأفيون. ما الذي في الدين بالذات مما يجعله هكذا؟ 3 مفاهيم أساسية. المفهوم الأول: فكرة الآخرة يمكن أن توظف على نحو مخدر جدا. في الآخرة ثمة عدالة مطلقة، لذا فأنت سترى ظالمك ينال عقابه لاحقا مهما ظلمك واستأسد عليك في الدنيا، وهذا الشعور يمنحك حس بالمواساة على عدم قدرتك على رفع الظلم أو أخذ حقك، وهو عمليا يجعلك تستمر في وضعك بانتظار الآخرة. المفهوم الثاني: فكرة القدر يمكن أن توظف أيضا على نحو يجعلك شديد الاستسلام بواقعك. إذا كان هذا الواقع هو جزء من خطة مسبقة قدرها الله لك، فإن محاولاتك لا معنى لها، لا معنى للتغيير. المفهوم الثالث هو مفهوم الزهد بالدنيا، شعورك بأن الدنيا زائلة ولا معنى لها، وأن السعادة الحقيقية تكون في الاستغناء عنها، وأن القناعة كنز لا يفنى. هذا كله ممكن أن يساهم كمفاهيم، مجموعة مفاهيم تقدم كل ما يريده أصحاب رؤوس الأموال والسلطة لكي يستمروا في جنيهم للثروات، لأنها تقدم ضمانات في أن الشعب أو الجماهير ستبقى في وضعها دون تمرد. عبر التاريخ قدم بعض رجال الدين من مختلف الأديان خدمات من هذا النوع الأفيوني، وأرجو الانتباه إلى كلمة بعض. فتحالف بعض رجال الدين مع السلطة وأصحاب رؤوس الأموال كان ظاهرة متكررة في التاريخ، لكن هذه المفاهيم الثلاثة: الآخرة، القدر، والنظر إلى الدنيا، يمكن أن يتم التعامل معها على نحو مختلف تماما، فلا تنتج مخدرا، بل على العكس تنتج طاقة تغيير وعي. يمكن للآخرة أن تكون الموعد الذي ستحاسب فيه على ما أنجزت وما لم تنجز، ومن ضمن ذلك سكوتك عن حقك. يمكن للقدر أن يكون تقبلك لدورك في تغيير الواقع الصعب المحيط بك. يمكن لنظرتك للدنيا أن تكون متوازنة أكثر من مجرد التنازل السلبي عنها. يمكنك أن تعيشها وتدع غيرك يعيشها أيضا، فهي تتسع للجميع. كل الأديان مرت بهذين الاستعمالين: استعمال المخدر المسكن المتحالف مع الوضع الساكن، واستعمال المحرر
الذي ينشر الوعي ويتحالف مع التغيير. النصوص التي تم استخدامها في حالة المخدر وفي حالة المنشط هي غالبا نفس النصوص، لكن الفهم وزاوية النظر مختلفة في الحالتين، البوصلة مختلفة. ظروف متعددة هي التي تقود إلى اختيار هذا الاستعمال أو ذاك، لكن من أهم محددات تحويل الدين إلى أفيون للشعب أو إلى منشط له هو عامل رجال الدين. في كل الأديان رجال الدين أو علماؤه أو كهنوت أو أي تسمية أخرى يقدمون رؤيتهم للنصوص الدينية وللدين بشكل عام. أحيانا تكون هذه الرؤية تخديرية، ليس بالضرورة لأنهم تجار مخدرات أو منتفعون بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بل لأنهم أحيانا يعتقدون أن هذا هو الصواب، يعتقدون أن وظيفة الدين هي تقليل الألم قدر الإمكان، مساعدة الناس على تحمل واقعهم، تخفيف التوتر النفسي أو حتى التوتر الخارجي الذي يمكن أن ينتج عن احتكاك الناس بواقعهم. يطيب لنا أحيانا أن نشيطنهم ونتهمهم بالنفاق، لكن هذا ليس دقيقا. ربما هم يؤمنون فعلا وحقا بصواب ما يؤمنون به، بعضهم على الأقل يفعل ذلك. آخرون تكون لديهم رؤية مختلفة لنفس النصوص، يرون هناك مسؤولية لكل فرد في تحسين الواقع، ويعتقدون أن تسكين آلام المريض قد يجعله يهمل مرضه الحقيقي بينما المرض يتقدم في جسده. لكن فلننتبه، ليس كل من ينادي بالتغيير بالضرورة يحاول استخدام الدين كمنشط أو يوقف استخدامه كمخدر. أحيانا التغيير هو في تاجر المخدرات أو في نوعية المخدرات، قد يكون مضاربة من ديلر على آخر. بعض التيارات السياسية خصوصا تنادي بالتغيير، لكنها تستثمر في نفس عوامل التخدير عند الحاجة، لا تحاول تغيير الفهم، لأن الفهم السلبي سيخدمها لاحقا عندما تحقق هدفها في الوصول إلى السلطة. أن ترفض الدين لأن هناك من يستخدمه كأفيون هو كأن ترفض الطب لوجود أطباء دجالين، أو أن تتوقف عن استخدام الكهرباء لأن هناك من يستخدمها في التعذيب، أو أن تتوقف عن استخدام أي شيء يمكنه أن يستخدم أيضا فيما لا تؤمن به. الدين ليس أفيون الشعوب، في الحقيقة هو مادة أولية يمكن أن يستخرج منها الأفيون، ويمكن أن يستخرج منها مادة منشطة أو مقويات أو فيتامينات ضرورية. يعتمد الأمر على من يستخرج منهم. لماذا سمح الله إذن بأن يحدث كل هذا الأديان لكل الأديان؟ لماذا سمح بالتحريف؟ لماذا سمح بتسلط بعض رجال الدين على الدين واحتكاره نحو هذا الاتجاه أو ذاك؟ الله لم يسمح بالضبط، لقد ترك نصوصا تنبهنا على أن التجارب السابقة كان بعض هؤلاء جزءا أساسيا من مشاكلها وفشلها، عبر التحريف في الكلم عن مواضعه، أي عبر تغيير معناه دون تغيير لفظه، أو عبر اختراع نصوص لم تكن موجودة من قبل. الله حذرنا ونبهنا، التجارب تتكرر دوما. البعض لم ينتبه للتحذير وخلط بين هؤلاء وبين الدين، ومن ثم قرر أن الدين أفيون الشعوب، وقرر أن يترك الدين كله. لكن هذا سيقود حتما إلى سؤال آخر يتعلق بقراءة النصوص. سيقولون القرآن حمال أوجه، كيف يمكن الاطمئنان إلى أي قراءة في ظل وجود هذا التعدد؟ البعض يعتبر هذا عيبا. في الحقيقة لو أن القرآن لم يكن قابلا لتعدد القراءات فإننا سنكون في مشكلة كبيرة. القراءة الواحدة قد تكون صوابا في مكان واحد وزمن واحد فقط، لكن من الصعب جدا أن تكون صوابا في كل الأماكن وكل الأزمنة. عندما تحدد بوصلة القراءة نحو ثوابت إيجابية تحددها النصوص القرآنية بنفسها. تعدد القراءات واختلافها لا يعني تناقضها بالضرورة. يمكن أن تكون القراءات مختلفة ولكنها تغطي الصورة الواحدة من مختلف الجهات. الأمر صعب؟ برأيي هو صعب، لكن إذا كان الخيار الآخر هو ترك الموضوع برمته أو الإلحاد فهذا الخيار أصعب.